هلو هلو يا حلوين. النهاردة عندنا أكلة جديدة، أكلة جميلة جدا، يمكن غريبة عليكم، يمكن محدش يعرفها قبل كده، يمكن في ناس تعرفها وناس ما تعرفهاش. بس هي لذيذة وطعمة وجميلة بطريقة فظيعة. قبل ما نبتدي الفيديو، معاكم هنا سمير ودي قناتي ألذ وأطعم مع هنا، وعلى الفيسبوك مطبخ هنا بالهنا. احنا معانا النهاردة أكلة بحرية حلوة جدا. معانا كاريماري، أكل أو كاريماريا زي ما الناس بتنطقها، بس هي جميلة جدا، بتحتاج شوية نظافة. بتتعمل شوية زي الممبار. هنبدأ دلوقتي. معانا هنغسلها زي ما انتوا شايفين كده، في حاجات جوه لازم تطلع، الحاجات دي بتبقى بتزفرها جدا، فأنا لازم أطلعها. هتلاقيها بيضة شفافة، بس هي لازم تطلع جوه بره. الفرشة دي هتساعدكم في الكلام ده. شايفين؟ لازم اغسلها مرة واتنين وتلاتة بعد ما اطلع كل الحاجات البيضة. انا بجرب معاكم واحدة واتنين وتلاتة، وهي في منها يعني في منها احجام، هتلاقي كبيرة قوي، هتلاقي الوسط، وهتلاقي صغننة جدا. فانا بجرب معاكم كل الايه، كل الاحجام. بس هاتيها دايما الوسط او الكبيرة، لان هي بتكش في الاكل. عشان كده بقول لكم بتتعامل معاملة الممبار. شايفين؟ دي انا بوريكم بس الحاجات اللي بتطلع منها واللي هي لازم تطلع. الحاجات دي بتبقى لزجة جدا، فالفرشة بتطلعها. ولو الحجم صغير، انتي بتحاولي تطلعيها بصبعك، لان اصغر حاجة زي ما انتي شايفة كده. بس انا بعملها ازاي؟ كأني بقورها زي البتنجان، وبطلع كل حاجة فيها. شطفتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. الحاجات كلها اللي من بره واللي من جوه لازم تطلع. لازم تنضف كويس، لازم تنضف كويس. ما ينفعش يتساب فيها حاجة، اي حاجة هتأثر على طعمها وعلى دي كمية الزفارة والحاجات اللي طلعت منها. هنا احط لها شوية مية وحبة خل وحبة ملح وليمونة معصورة، واسيبها ساعة بقى اتنين. يعني كل ما تسيبيها كل ما هتنزل ريم ابيض وزفارة. هنا هبتدي اعمل ايه؟ ابتدي اجهز الحشو بتاعها. حبة زيت بقى، حبة زبدة على البوتاجاز، وعليه حبهان. اسيب الحبهان يسخن شوية، وانزل عليها الجمبري متبل بتومة، تتبيلة السمك العادية جدا، تومة وكمون وكزبرة وملح. هبتدي ايه؟ اول ما ينزل ميته هسيبه يشرب ميته واركنه على جنب. هعمل تسبيكة المحشي العادية جدا، طبعا انا عملتها قبل كده، فانا جبتها لكم من اول ما خلصتهم. هبتدي بقى اتبلها، انزل الحقيق بتاعها، بابريكا، كمون، كزبرة، ملح، شطة، والشطة حسب الرغبة، معلقة فلفل اسمر. مش هيبان في الاكل، بس هيساعد ان ما يبقاش فيه زفارة. شوية الخضرة بتاعتنا الحلوين. زي ما انتوا شايفين، نزلت بقى الجمبري اللي انا كنت عاملاه، لاني انا هحشي الكاليماري حشوة المحشي بالجمبري، هتوديه في حتة تانية خالص. شايفين؟ شكله تحفة. كده معنا الحشوة بتاعتنا، وهنبتدي بقى نحشي الكاليماري. الكاليماري ممكن تحشيها بايدك، ممكن تحشيها بالمعلقة. بصوا نضيفة ازاي، بيضة ازاي. ممكن احشيها بالطريقة اللي انا بحشي بيها. هي مش هتحتاج مني حشو كتير. هحشش وبضبطها كده اهو كويس، واطلع الزيادات، لاني انا مش عايزاها مليانه، انا عايزاها زيها زي الممبار. شايفين؟ انا مش ملياها يعني، يا دوبك بحط معلقه والتانية.
شايفين؟ بس كده، موضوع سهل. حطيت رصة من تحت جزر وبصل وطماطم ورصيتها، وبعدين حطيت جزر وفلفل أخضر من فوق، وتلات أربع أو كوباية صلصة، بس مش صلصة جاهزة، الصلصة بتاعتنا العادية اللي في البيت، وتبلتها كويس بنفس التوابل اللي استعملتها، ومية سخنة من الكاتل وازود. اسيبها بقى، اسيبها على البوتاجاز لغاية ما تستوي. اعرف ان هي استوت ازاي، اكشت معايا خالص اهي زي ما انتوا شايفين، وبطلع واحدة كده اشوفها. بس هي بتاخد ساعة الا ربع على البوتاجاز على نار متوسطة. شايفين الجمال؟ بالهنا والشفا.